السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أي حاجة أسألكم الدعاء لابني بالشفاء هو وكل مريض بحق الأيام المباركة اللي احنا فيها دي، وكل عام وحضراتكم بخير. بلغنا الله وإياكم شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أول حاجة معانا النهاردة وهي صدمة في معسكر الأهلي في جنوب أفريقيا وموقف المصابين. تاني حاجة معانا وهي حقيقة إيقاف كهرباء وموقف الأهلي من هذه الشائعات. آخر حاجة معانا وهي جلسة بين كولر وبين لاعبي الأهلي لتحفيزهم قبل ماتش صن داونز. رغم مشاركة حسين الشحات بشكل طبيعي في مران الأهلي اليوم هو اللعيب عمرو السولية، إلا إن كولر مش هيخلي اللعيبة دي تشارك في ماتش الأهلي قدام صن داونز، وكولر حاليا بيشاركهم في المران بشكل تدريجي عشان يجهزهم لماتش القطن الكاميروني اللي الأهلي هيسافر على طول بعد ماتش صن داونز على الكاميرون عشان نلعب ماتش القطن الكاميروني. على جانب آخر إن خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر شاركوا في المران بشكل طبيعي جدا وبعد موافقة الجهاز الطبي، وإن كولر هيعتمد عليهم في ماتش صن داونز ولكن مش بشكل أساسي نظرا لعودتهم لسه من الإصابة. استقبال حافل من جمهور جنوب افريقيا لبيرستاو، خاصه ان بيرستاو كان بيلعب في صن داونز وله شعبيه كبيره جدا هناك وله جماهيريه كبيره جدا لان هو لاعب مهاري، وغير ان بيرستاو انضم لمنتخب جنوب افريقيا بشكل رسمي، والاخبار دي هتعمل دافع او حافز عند بيرستاو لتقديم مستوى اعلى من المستوى الحالي اللي هو فيه ده، خاصه وان احنا كلنا عارفين ان بيرستاو لعيب كبير لكن مش موفق الفتره اللي فاتت دي. على هامش مران اليوم كولر عمل جلسه مع لاعبي الاهلي لتحفيزهم ودعمهم على تقديم اعلى مستوى لكل لاعب خلال ماتش صن داونز، خاصه وان الماتش ده بالاخص هيكون مفتاح التاهل في حاله تقديم اي نتيجه ايجابيه، وهيضغط على كل فرق المجموعه وهيمنع اي فريق من فكره التلاعب بنتائج الماتشات، لان لو الاهلي عمل نتيجه ايجابيه هيخلي اي فريق هيخسر الماتش اللي جاي ده هيروح، لان بعد الماتش ده كل فريق باقي له ماتشين. مؤكد عليهم تاني ان حتى الان الكوره في ملعبكم، وان جمهور الاهلي واداره الكوره في النادي الاهلي هتحاسب اي لعيب هيأثر او هيكون سبب في تخاذل الفريق في الماتش ده. حقيقه ايقاف كهرباء 8 ماتشات والكلام اللي احنا شايفينه داير على السوشيال ميديا، ان حتى الان مفيش اي خبر رسمي من لجنه الانضباط بحقيقه الايقاف، بسبب ان كهرباء احتفل مع الجمهور وخرج من بقه كلام غير لائق مع الجمهور، وان كل الاخبار اللي بتقول ان اتحاد الكوره استلم القرار ومش راضي يعلن عنه لحد دلوقتي علشان المهمه اللي الاهلي فيها في جنوب افريقيا، الكلام ده كله كذب في كذب، لان لا يحق لاتحاد الكوره تاجيل اعلان قرار لجنه الانضباط باي شكل، ولا دخل لاتحاد الكوره اصلا بقرارات لجنه الانضباط، لان مفيش حد له سلطه على لجنه الانضباط ولا حتى اتحاد الكوره ذات نفسه. المعلومه اللي عندنا بتقول ان لجنه الانضباط هتطلع قرار في خلال الاسبوع الجاي. طب نفترض القرار طلع وكان بايقاف اللاعب ايا كانت المده او ايا كان القرار، على طول الاهلي هيعمل استئناف على القرار ده وهيبطل القرار ايا كان، وهيحق للاعب المشاركه لحد لما لجنه الانضباط تستأنف في الحكم، لحد ما لجنه الانضباط تستأنف وتحكم مره تانية بقبول الاستئناف او الرفض او التخفيف في حاله العقوبه. ففي كل الحالات اللاعب مستعد والاهلي مستعد للقرار. واخر حاجه معانا وهي ضروره مكسب ماتش صن داونز او الخروج بنتيجه ايجابيه، وان كولر واللعيبه لازم يتعاملوا مع الماتش ده بحرفيه كبيره جدا، ومحدش يتهز باللي فريق صن داونز بيعمله، سيان دخول الجماهير بشكل كبير او بشكل كامل، وموضوع ان هم هيعملوا حفله غنائيه قبل الماتش. لازم لعيبه الاهلي تحول اللي بيحصل ده لدافع كبير ليهم وتلعب وتقسم الماتش وتشوف عايز تطلع بايه وتنفذه جزء جزء. اخر حاجه معانا وهي ان موضوع الميس باص في النادي الاهلي هيودي الاهلي في داهيه جدا، لان فارق السرعات في مصلحتهم هم، الضغط المتقدم وتسيب مساحات ورا واحد لواحد هتغرق الفريق، التسرع في انهاء الهجمه مش مطلوب، استغلال اي فرصه قدام الجون مطلوب بشكل كبير جدا، لان ده اللي بيبين او دي الماتشات اللي بتبين اللعيب الكبير، واهم حاجه الضغط المنظم على قلبين الدفاع لان هم ضعاف جدا في الخروج بالكوره، والاهم من ده كله ان الفريق يكون في حالته او في يومه ولازم يلازمك التوفيق. بس كده يا صديقي العزيز، قول لنا في التعليقات التشكيل الامثل من وجهة نظرك لماتش الاهلي وصن داونز، ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة وخلي الكورة ليك. سلام.